قتل النفس من كبائر الذنوب. وقال بعض العلماء قتل نفسه أعظم جرما من قتل غيره. راس ما أطفاته راس مقدله بيثنيهم حال لا بيهون ليلة سوك مقدل بلاينه، لأنه اعتدى على نفس ليس لها مدافع. راسون سياطفا الله أمانة يسطو النفس أطفا مالتنا. أما ليلة سياطفا تلك جرم بيهونهم، لكن سول راسو كلال ويهرب ششال. أما أمانة الله استبقوا سيابك نفسه ما أطفاته مقدل من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم من تحاسى سما فقتل نفسه فهو يتحاسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. مرز كمسو راسون يطفاسو جهنم لا يكمسو على أن المرز لذا العالم. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يترارى راسون طلو يقدر سو جهنم لا كذا ترارى يودك لهم خالدا مخلدا. ومن طعن نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو يطعن بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. بسلة راسون وقته يطفاسو جهنم لا يبزا سلتي وقال خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا وعيد شديد مثل قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما جاء مثل هذا التهديد في ذنب ما دون الشرك بالله دون الكفر ككفر عن نفس ذات شيء متعبت وانجري لم راسون اندى طفاسو يمطب. غضب الله عليه يا الله قلت أسولين ولعنه الله يرقمه وعد له جهنم أكثر من 5 تهديدات ووعيد شديد وتهديد أكيد. نسأل الله السلام والعافية. فلهذا يا أخوان القاتل نفسه قد اعتدى على نفسه المؤتمن عليها. السؤال يا الله يستبق النفس أتفتات. ابن عمر يقول نظر إلى الكعبة وجاء مرفوعا على الصحيح يقول ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ليش يا لاكش تكبرش نشي لالو ده كعبات منكته، لكن يا مؤمن كبر كذا يبلطنا الله زند الله زند كذا يبلطه. فلهذا يا أخوان فمن قتل نفسه أو قتل غيره فقد أتى بهوب عظيم. تلك هنا وانجل تدافرا. في هذه جندب قال بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة كانت برجل مما كان قبلكم جراحة فاستعجل الموت فقتل نفسه. كان أنت في تنبر عنده لا يقصل نبر بتقصل سيقصل عند سوى في سبيل الله صبر يعطانا رأسه بسلت وقته قدر. قال الله بدرني عبدي بنفسه بارياي بنفسه قدمين تشكد عنه رأسنا طفى حرمت عليه الجنة جنة السلة حرام عليك. نذي تللك أصفر يهون ذات ناجم. لكن هل يجوز الصلاة عليه أو لا؟ صلاة مسجد يتشال لا يتشال الصلاة خلاف بين العلماء. والصحيح أن من لم يصل ذنبه إلى حد الكفر والشرك بالله عز وجل يصلى عليه. وانجلوا كفر درجة الدرسة نفكنا درجة الدرسة كسلمنا يموتات رد على إسكال ودك يسجد بتاعه. أما كافر كونه مسجد يتشالم استغفار ما رك دعاء ما رك يتشالم لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الصلاة أعظم من الاستغفار. مسجد السنة استغفار كما رك بلاي. قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا وهم فاسقون. عندهم كالناس كموت أتسجد الناس لا قبرهم لا أتقوا. لا يجوز الصلاة على الكافرين ولا على المنافق ولا على المشركين. كافر مشرك منافق لا مسجد أيشال لأنه شفاعة ولا يشفع. لهذا إن شاء الله عبد الله بن أبي من سلول الله يشي سجدوا عسى يقول له استغفار الله يشيني القرآن آية ورده ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا من ظهر نفاقه نفكنا وقلت هنا سونا كافر مشرك وإلا صوبة الطاري بتشاوستون دينه وشوي بالم. لكن من أتى بالمكفرات ووقع في الشرك ومعلوم عنه أنه مشرك فهذا لا يصلى عليه. كذا وجعل له وانجل لا يموت تلك وانجل لا راسه نطفته ليلهم قال له أو تلك وانجل لا مصر هنا يموت. سوى الصحيح أنه يصلى عليه. عامة الناس يصلون عليه وهو أحوج ما يكون إلى الصلاة
ይሰገድበታል ዱዓ ይደረግለታል استغفار ይደረግለታል ኩፍር ደረጃ እስካልደረሰ فمن الذي يترك الصلاة عليه يترك الصلاة عليه أهل الفضل وأهل الصلاح والعلماء والكبار تللق علماءوش صالحوش ዑመራዎች አለመስገዳቸው ሰዎችን ያስተምራል ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች ሰላትን ይጠነቀቃሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደይን ሰው ያለበት ሰው ላይ አይሰግዱም ይሄ حرام አይደለም እኮ ደይን ሐላል ነው የወሰደው لكن ለምን አይሰግዱት حتى يكون عبره ሰዎች እንዲመከሩ እንዲማሩ የሰው ሐቅ እንዲጠነቀቁን كان اذا اتي برجل يقول هل عليه دين او ترك دين አለበት ብሎ የሰው ሐቅ አለበት فإذا قالوا لا يلبتهم قالوا يسجدون فإذا قال نعم عليه دين حديث أبي قتادة قالوا عليه 3 دنانير هذه السلامة 3 دينار علبت فقالوا هل ترك لها وفاء مي كفلبت نجر تتوال سيلوا قالوا نعم فصلى سجدوا ليلة قال هل ترك شيئا يتو نجر قالوا لا قال هل عليه دين قالوا نعم دين علبت 3 دينار علبت مكفاية له منهم سايتون يموتوا قال صلوا على صاحبكم سجدوا بتنانتا እናንተ ስገዱበት ይሰገድበታል ነው አመተ ሙስሊም ይሰሉን አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላትን ተጠነቀቁ ለምን ለሌላው ሰው መቀጣጫ እንዲሆን ሌላው ሰው እንዲጠነቀቅ ሌላው ሰው የሰውን ሐቅ እንዳይበላ فقال ابو قتاده الانصاري رضي الله عنه يا رسول الله صل عليه وعلي دينه يا الله ملائكتኛው ስገዱበት እኔ ከፍላለሁ እሱን ደይና فقال فصلى عليه رسول الله سجدوበት وفيه حواله الدين دين ያለበት ሰው ሐዋላ ማድረግ ይቻላል يعني كل دين علبت أن يكفل كتب عليه حوالي ما زور مال دينون فهو جائز وتبرأ به أذن الذي صلاة ما يسجدبت كافر سلونه وصلاة مسجد سلام يتشال فيهون إن شاء الله سيسجدبت كذي أنصار وإلا هو لا يكفر ويصلى عليه على الصحيح قال رحمه الله قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير بن محمد عن سماك بن حرب الحنفي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص أي بسهام النبي صلى الله عليه وسلم قتل نفسه راسه يقدله بمشاقص شاقست معناته قال المشاقص سهام عراض سهام قستون عراض صفايا لمعناته صفايا لقستنه ياردال يوغال يقورطال وهكذا مما يدل يا اخوان ان قتل النفس من كبائر الذنوب تلك وانجل ما هونم يعملاكتو قصه قزمان يا قزمان قسام رجل قال ابو هريره لما كان يوم خيبر التقى المسلمون والمشركون لما مال هؤلاء الى عسكرهم وهؤلاء الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله رجل لا يترك لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزع منا اليوم مثل ما أجزع فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فكاد بعض الناس أن يرتابوا فقال رجل أنا لكم به فخرج في إثره وجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه في الأرض فجعل ذباب سيفه إلى صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه فجاء الرجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال وما ذلك قال الرجل الذي ذكرت كذا وكذا وكاد بعض الناس أن يرتاب فقلت أنا لكم به إلى آخره النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يعني كتغنانيو በኋላ ከተከሰተ በኋላ ከሙስሊሞች አንዱ ነበረ ይሄ ነው ቁዝማን የሚባለው ጃር اسمه هكذا فما يترك شاذ ولا فاذ ከሙሽሪኮች አንድም አይከተልም ነበር አያገኝም ተከትሎ በሰይፍ ቢመታኝ ጀግና ከሚባሉ ጀግና ነበር አንድ ሰው ካያንዱ ከሙሽሪኮች ካየለው ሄዶ ይመታለታል وهكذا የትኛውም ከሙሽሪኮች ወጣ ተከትሎ ይመታዋል حتى قال الصحابه ما اجزع منا اليوم احد مثل ما اجزع فلان እንደ እከሌ እንደ ዛሬ አብቃቃ የታገለ ጀግና የለም ማለት ነኝ ሰላህ እሱማ ያሳት ነው እጃለም فكاد بعض الناس يرتاب كفيل ሰዎች ሊጠራጠሩ يعني ይሄ ጀግናው ይሄ ታገለው ይሄ ነው የሰራው የሳት ከሆነ እኛ ምን ልንሆን فقال رجل من المسلمين انا لكم به እኔ እሱን ነገር አጣራላችኋለሁ ብሎ አንዱ ተከታተለ ሲወጣ ነበር ሲቆም ይቆማል መጨረሻ ላይ فجرح الرجل جرحا شديدا ትልቅ የሆነ ቁስል ደረሰበት ተመታ في سبيل الله انظروا يا اخوان صعب يحتاج صبر جهاد ማለት ምኞት አይደለም ربما ما تصبر ولهذا اسال الله العافيه لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتم فاصبروا
አላህን አፊያ ጠይቁ አትመኙ ጠላት መገናኘት ለዚህ ነው وهكذا ሰላሙን አላህ አፊያውን ጠይቅ لكن ከተፈተንክ في سبيل الله صبر አርገን واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف ይህ ሰው ቁስል ደረሰበት ቸኮለ فاستعجل الموت ሞት ራቀው ሞትን ተቻኮለ ሰይፉን ገለበጠና መሬት ላይ ተክሎት እዛ ላይ ወጋ ራሱ በደረቱ በኩል ተሐመል حتى خرج من البحر قال እስኪወጣ ድረስ ከተነፈ መጥቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሰው አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአነከ ረሱሉላህ እርሶ የአላህ መላእክተኛ መሆኑን መሰክራለሁ ምንድነው ሲሉት ያ ሰው አላቸው እንዲህ ብለው ሲሉኮ ከፊል ሰዎች ሊጠራጠሩ ደረሱ ከዛ እንዲህ ደረሰበት وهكذا እንዲህ ሆነ ከዛም ነፍሱን አጠፋ አላቸው ካነ ሰለላሁ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአኒ ረሱሉላህ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر مؤمن هونش نفس እንጂ ጀነት አትገባም ይሄን ዲን አላህ በፋጅር ይረዳዋል ዲኑን የረዳበት በሙሉ ሳሌህ ነው ብለን እንዳታስ አላህ በፈለገው በአቡ ጣሊብ ረቶታል ዲን በፈለገው ይረዳዋል ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر فلهذا يا اخي اسال الله العافيه ብዙ ጊዜ يا اخوان እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የሚወድቅ ሰው اما مغرور بنفسه معجب بنفسه قليل الاستعانه بالله بالله መታገዙ ደካማ ሰው ሁሉ ነገር በራሱ ይፋጫል ይታገለ ሲያቅተው ولا مدفون ነገር ይሄዳል انت عبد لله انا لله وانا اليه راجعون حتى الدنيا በአጠቃላይ አንተ ላይ لو تراكمت عليك الدنيا አንተ ላይ ብትጫን ዱንያ وبها يحمل الاثقال لا حول ولا قوه الا بالله بالله ከሆነ አላህ ያግዛል ሁሉንም ሸክም ብትሸከም አይከብድህም اذا كنت بالله بالله ከሆነ بالله የምትታገዝ ከሆነ አላህ ካንተ ጋር ከሆነ لكن براسه كونه والله هين تشفن ايه يقددال هين تزقا ايه يكفتال فهل الدنيا الا كدر وخزق والله المستعان برجلين قتل نفسه بمشاقص وهذا يحتاج توعيه يا اخوان ሰዎች ግንዛቤ ያስፈልጋቸዋል አንድ ቦታማ خلاص ሰዎች እንትን አርገውታል እከሌ ሞተ ሲባል የኔን ጠብቁ ነገ ይላል وهكذا ነገ ያረጋዋል ጥሩ ነገር ያረጋ መስሎታል የዱንያ ጭንቀት ከዱንያ ወደ ነው ወደ ቀይዋ ነው የምትሻገረው ወደ ጀሃነም ነው ሱኖ ከዱንያ ጭንቀት የሚሻለው ወይስ ተፋላል ثلاثه تعيش حياتك مرتين ሁለቴ በዱንያ አትኖርም አንዴ ካበላሽሃት አንዴ አላህ ተቆጥቶብህ ከዱንያ ከወጣ አንዴ ጀነትን ካጣ አንዴ ጀሃነም ከወረድክ ምን መመለሻ አለ ወዴት ነው የምትቻኮለው ሰዎች ወደ ዱንያ መምጣት ተመኝተው አልቻሉም ቢያስተካክሉ ያርሙ ሆነ ሰው ተጣላ ሆነ ሰው ከለከለ ሆነ ሰው ብዙዎቹ እንደ አንዳንድ ሀገር ዜጎች ማለት የሆነ ትርፍ ጠብቀው ትርፉን ካላገኙ ሄደው ከንትን ይወረወራሉ ዱንያ አጣህ ነው ወደ ጀሃነም ወደ አኺራ ነሰላ ሰላም ወላ አፊያ አላህ ካላዘነልህ ጀሃነም ስለሆነ ነው እንድትጠነቀቅ ነው እሱን አጠፋ ማለት ራስን ወደ ጀሃነም ዳረክ ማለት እዛ ይሻላል ከዱንያ አዛን ግል ሌላው ተገላገለ ምንም ተገላገለ ዘላለማዊ ጀሃነም አላህ ካላዘነልህ ወደ አላህ ቁጣ ተሻግረህ ምንድነው መገላገል ዱንያ ጨመረ ቀነሰው ኹብዝ አጣው ነገር ግዛ ተባለ አጣ ከዛ በኋላ ፈረደ ወሰነ ወዴት ወሰነ ወደ ዘላለማዊ فلا حول ولا قوه الا بالله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه فما اكثر هذا يا اخوان اسلام ሀገር ላይ እስልምና የበዛበት ቦታ እንደዚህ አይነት ወሬ ነውር ነው ካፍሮች እነዛ ኢማን ስላሌላቸው ተወኩል የላቸውም ሰብር የላቸውም ምን የለው አልመም ይጠጣል ከዚህ ይወስዳል ከሐሺሽ وهكذا ራሱን አጠፋ ራሱን ገደለ ጓደኛውን ገደለ ከዛ ይሄ እነሱ ጋር حدث ولا حرج بالكون በክምር ነው እነሱ ጋር መሰማው በጅምላ ነው በችርቻሮ አይደል አማ በአላህ የሚያምን ሰው አላህ የሚያቅ አኺራን የሚከጅል ጀነትን የሚከጅል ሰው ዱንያ ላይ ሆነ ነገር ሆነ ብሎ ማለት هذا غلط ሰው ለሞትም ይቻኮላል አያችሁ قال وفي هذا الحديث قال النووي فلم يصلي عليه شاهد انه يسال سجدوا اذا كان ترك الصلاه عليه يكون درسا وعبره وعدم صلاتك عليه يعتبر به الناس فلا تصلي انت على مسجده ሌሎችም ያስተምር ከሆነ وهكذا عند النبي صلى الله عليه وسلم اي مذهب الحنابلة وهو الاقرب سنقرا ان شاء الله تسمعون كلام الفقهاء قالوا في هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه العصيان وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والاوزاعي وقال الحسن والنخعي وقتاده ومالك وابو حنيفه والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه جمهوروች ይሰግድበታል ማለት ስለዚህ ጀምሁሩ ሰው ይሰግድበታል አብዛኞቹ ዑለማዎች እንደምታዩ ሶስቱ መዝሐብ
ማሊክ አቡ ሐኒፈ ሻፊዒ ኢማም አህመድ ብቻ ነው ይመጣል ተፍሲል እነሱ መዝሐብ የታወቀው ተፍሲል ነው የሚያደርጉት اهل الفضل والصلاه يجتنبون الصلاه عليه ليه ስለዚህ خلصنا عامه العلماء جمهور العلماء المذاهب الثلاثه على انه يصلى عليه يستجدبታል ለዚህ አይነቱ ሐዲስ ለምንድነው መልስ ይሰጣሉ ለዚህ واجاب عن هذا الحديث بان سلم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس ام مثل فعله وصلت عليه الصحابه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት የተውት እንደዛ አይነቱ ላይ ሰዎች መቀጣጫ እንዲሆን ነው ነብዩ እንዲሰግዱበት ማለት ነብዩ ሳይሰግዱበትም ከተባለ ማንንም ይቆጠባል እንዲህ ከሞት ከነብዩ ሳይሰግዱበትም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላታቸውን የሚመኙት ነገር ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ከመመኘት የተነሳ እነሱ የሞቱት እነሱ በሆኑ ይመኙ ነበር አንተ እንዲህ ካረክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሰግዱበትም ከተባለ ማንንም ይቆጠባል ይሄ መስለሃ ነው ለዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱን ያጠፋው ሰው ላይ መሳሰለው ላይ ሰላትን ይጠነቀቁ ነበር እንጂ ስለማይሰገድበት አይደለም قال يصلي عليه بنفسه زجرا للناس مثل فعله وصلت عليه الصحابه وهذا كما ترك الصلاه في اول الامر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانه وعن اهمال وفائه وامر اصحابه بالصلاه عليه فقال صلوا على صاحبكم لكدين ያለበት ሰው ላይ ሰላት እንደተወት መጀመሪያ ላይ መጨረሻ ላይ አላህ ከከፈተላቸው በኋላ ይከፍሉ ነበር كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي ገንዘብ የተወሰው ለወራሾቹ ነው ያነካበት እዳ የተወ ህፃናት ልጆችም ይጦራቸው ያለል ወደኔ እኔ ላይ ይሉ ነበር ነው انا اولى بالمسلمين بالمؤمنين من انفسهم اولى እኔ ከፍላል ነኝ ሰው ይከፍሉ ነበር ዘይት ስለዚህ በኋላ ይሄም ችግር የለውም ደይን ካለበት ሁሉም አላህ ከፈተለት ደይን አይበዛም ነበር ከዛ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከፍሉ ነበር ይሰግዱበት ነበር መጀመሪያ ጊዜ መቀጣጫ እንዲሆን ሰላት ትተዋል قال القاضي قاضي اياض ابن موسى ليحسب من ائمه الدين وهو مالكي المذهب عنده تمشعر وتصوف قال مذهب العلماء كتابه الشفاء في حقوق المصطفى من اعظم الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرا ጋር በተያዘ ሐቅ ጋር በተያዘ ትልቅ ከሚባሉ ኪታቦች ነው ኪታቡ ومرجع الشفاء في حقوق المصطفى لكن تحذر من تصوفه تصوف ያለበትን ላለበት ሰው ስትቀራ ተጠንቀቅ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በተያዘው ድንበር ያልፋል ኢየሱስ ማውደስ ሐቃቸው መጠበቅ ራስን ይቻላል لكن ድንበር ማለፍ ኑሩን ተኑሩ خلقው ጀሊሉ እንደሚሉት وهذا غلط ምንም ኑር ተኑር አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من طين ከአደም የተፈጠሩት ከአፈር ናቸው ከኑር አልተፈጠሩም غلط ከፍ ሲያረጉ ነው ገና ካፈጣጠራቸው ያለ فرق أنت بين المحبة تفضل بين المحبة وبين الغلو في المحبة محبة معلنا وديتها لا دنبر معلف معلنا تعال نعم اقرأ كلام ابن القيم نقر لمثال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كتاب في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة وسلام أورد أفضل كتاب عبد الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلال أفهم ابن القيم نعم رأس لا اقرأ كتاب السخاوي القول البديع في الصلاة على الشفيع ونحو ذلك مجلدنا على نيقا أغني تعالى إيه الشفيع إيه لا يستطيع دنبر يالفان آثار لا يقدمهم سنة لا لكن أئمة السنة نيسس كمولداتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الصلاة جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا إذن يقضى همك وتكفى أمرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حسنه فائدوچن فضائلوچن ከመጥቀሳቸው ቃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላት ማውረድ لكن ድንበር ማለፉ ወይ ከነብዩ ራስ ባል መጣ መልኩ አሽሀዱ አነ ሰይደና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልሰበተ መልኩ ማረግን ይተነቀቃል አህሉ ሱና የተባሉት ለዛ ነው يحافظون على السنه في كل شيء ሁሉም ነገር ላይ የሚገድበው የሚመዝነው ሱና ነው وهو من الشراح شروحاتوቹ ላይ أنفع يبلط يتقمها كليلة وربما قال مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسي وولد الزنا جميل هذه فائدة مذهب العلماء كافة العلماء وش مذهب التقالي الصلاة على كل مسلم كل مسلم لا مسجدنا محدود ما لحد يقوم بس لمثال نفس قال له كتقدر ይሄ محدود ይባላል ነፍስ ገሎ ነበር በገደለው ነፍስ ተገደለ ይሰገድበታል محدود مسلم
ወመርጁም ረጅም ተወግሮ ለምሳሌ ዝሙት ፈጽሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልዓፊያ ባለ ትዳር ሆኖ ነበር ተወግሮ ከተገደለ ታመጣን ተሰግድበታል استغفروا لما عز بن مالك الله طيب وقاتل نفسه راسون يقدل سولاي وولد الزنا يزموت رج لانه شاء لا هي شر الثلاثه وفشريعه አይደለም በኒካ አይደለም የተወለደው ከሌ طيب ما ذنبه ولا تزر وازره وزر اخرى حديث ضعيف ነው شر ابن الزنا شر الثلاث يزموت ልጅ ከሶስቱ ሸረኛው እሱ ነው يعني ከአባቱ ከእናቱ ከሱ ሸረኛው ልጁ ነው እና ሸር ይሆናል وهذا ليس صحيح ይሄ حديث ضعيف ነው መጀመሪያ ጨረሰን ሁለተኛው ለሞች على فرض صحتي صحيح ቢሆንም يعني اذا سلك مسلكهم በነሱ ሚሄድ ከሆነ በነሱ የወጣ ከሆነ ከነሱ የባሰ ይሆናል وأما وأباتو بسرّ وانجل إنها تبصرّج السوبر ماك أو يتيك ما يسأل ولا تزر وازرة وزر أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك